حبايبي طلاب اولى ثانوي، اهلا بيكم. كنا اخدنا مع بعض المحاضره الاولى حضاره فينيقيا، كنا اخدنا مع بعض اهم المدن واخدنا الحياه السياسيه. النهارده هنكمل مع بعض محاضره الثانيه حضاره فينيقيا، هناخد فيها مع بعض مظاهر الحضاره، هناخد الحياه الاقتصاديه والحياه الفنيه والحياه الثقافيه والحياه الاجتماعيه والحياه الدينيه، هناخد كل حاجه عن بلاد فينيقيا. يلا بينا مع بعض نبدأ المحاضرة الثانية حضارة فينيقيا. أول حاجة الحياة الاقتصادية. أول ما أقول حياة اقتصادية على طول يجي في بالي 3 حاجات. أول حاجة الزراعة، تاني حاجة الصناعة، تالت حاجة التجارة. أول حاجة هناخدها مع بعض الزراعة. يقول لنا في المنهج إن الفينيقيين اهتموا بكل الثروات وبكل الأراضي واستغلوا كل حاجة موجودة في بلاد فينيقيا. يقول لك إن هم اهتموا بما يتواكب مع بيئتهم الطبيعية. يعني مثلا بالنسبة للزراعة زرعوا كل الأراضي المتاحة اللي يقدروا يزرعوها. ده مش بس كده، ده هم زرعوا مناطق السهول، فلقوا ان الاراضي يعني مساحتها مش كبيره ومحتاجين لسه اراضي اكتر علشان خاطر يزرعوها. تخيلوا يعملوا ايه؟ مسكوا المناطق الجبليه اللي عندهم وحولوها لمدرجات وبداوا يزرعوا فيها، وبالتالي ده بيدل على استغلالهم كل الاراضي اللي يقدروا يستغلوها في عمليه الزراعه. اول حاجه هم زرعوا ايه؟ زرعوا الحبوب في مناطق السهول. وده يا جماعة من أسئلة النظام الجديد، يقول لك إن هو عشان خاطر يوفر الأمن الغذائي اهتم بزراعة إيه؟ تقول له زراعة السهول، لأنه زرع في السهول الحبوب اللي هي بتحقق لهم الأمن الغذائي. وزرع على فكرة حاجات تانية كتير، يعني زرع زيتون، زرع عنب، زرع رمان. وعلى فكرة الرمان نشروا إلى شمال أفريقيا، وبالتالي ده بيدل على التواصل اللي كان موجود بين بلاد فينيقيا وشمال افريقيا، حيث انه نقل زراعة الرمان الى تلك المناطق. تعالوا بقى مع بعض نشوف تربية الحيوان. عايز اقول لكم ان الفينيقيين ربوا الماعز والغنم وربوا الابقار. ده مش بس كده، ده كمان اشتغلوا بحرفة الصيد. تعالوا مع بعض نشوف الصناعة. هل الفينيقيين كانوا بارعين في الصناعة؟ قال لك ده كانوا بارعين قوي، ده كان عندهم براعة، وكانت الصناعات بتاعتهم صناعات متميزة. وعلى فكرة كان عندهم صناعات متنوعة وبكفاءة عالية جدا، وده اللي خلى الصناعة الفينيقية تنتشر وتنتقل إلى مناطق كتير جدا في العالم. أول صناعة هنتكلم عنها النهاردة صناعة الغزل والنسيج. عايز أقول لكم إن هم ما اعتمدوش على مصدر واحد في صناعة الغزل والنسيج، ده كانوا بيعملوا غزل ونسيج من القطن والكتان والصوف والحرير. يعني كان عندهم تعدد في الخامات المستخدمة، فكان عندهم صناعات كتير جدا خاصة بالغزل والنسيج. وعلى فكرة مصر الأغنياء اللي فيها زي الطبقة العليا كده في مصر القديمة كانوا بيجيبوا من فينيقيا الحرير، فكان الحرير الفينيقي بيجي إلى مصر للطبقة العليا. تاني حاجة الثياب المزخرفة بالصبغة الأرجوانية. احنا قلنا اصلا ان فينيقيا يعني الارض الحمراء اللون، لان الشعب بيستخدم صبغة حمراء هم مشهورين بيها. عملوا ثياب مزخرفة وكانت مصبوغة بالمواد الأرجوانية اللي هم مشهورين بيها، اللي كانوا بيطلعوها من القواقع البحرية. كمان عايز اقول لكم ان الفينيقيين الصناعات الزجاجية عندهم كانوا بارعين فيها. هم أخذوا عملية تصنيع الزجاج من مصر، عرفوا الصناعة الزجاجية مننا، لكن بسرعة اتفوقوا جدا فيها. وكان عندهم برضو صناعة اسمها صناعة الفخار. طبعا يا جماعة أنا قلت فخار يبقى أكيد ده معناه إن هم كان عندهم بيئة فيضية، لأن الفخار ده بيتعمل من الطين اللي هو الطامية. وكان الفخار عندهم الصناعات الفخارية كانت تتميز بالدقة والانسجام وحسن الذوق. كمان هم كان عندهم صناعات معدنية، وخد بالك هتلاحظ ان كل المعادن اللي احنا هنتكلم عنها دلوقتي كلها صنعوا منها الأسلحة
وده دليل على اهتمامهم بالناحية الحربية. عملوا الأسلحة من النحاس والبرونز والحديد والذهب والفضة. ده مش بس كده، ده كمان كان عندهم صناعة أدوات الزينة والآلات الموسيقية. يبقى الفينيقيين تنوعت الصناعة عندهم ما بين منسوجات والثياب المزخرفة والزجاجية والفخارية والمعدنية وأدوات الزينة والآلات الموسيقية. تعالوا كده مع بعض نشوف جزء مهم جدا، التجارة في فينيقيا، مصدر الخير ومصدر الرزق الأكبر بالنسبة للفينيقيين. أول حاجة نعرفها إن هم كانوا مسيطرين على تجارة العالم البحرية، يعني هم كانوا أكبر دولة في العالم في ذلك الوقت، بينقلوا البضائع من مكان إلى مكان، وهم كان عندهم التخصص في التجارة، كانوا أذكياء أوي في القصة دي. هم كان عندهم مدن زي ما احنا كده شايفين، المدن دي على الساحل، يعني المدينة على البحر مباشرة. المدن دي كان ليها دور كبير جدا في التجارة البحرية، يعني كانوا الموانئ بتتملأ في البضائع، ياخدوا البضائع في السفن دي وينقلوها لكل أنحاء العالم. وعملوا الموانئ عند الرؤوس الداخلية، عند الأجزاء الداخلية من ساحل البحر المتوسط، وقدروا ينقلوا التجارة. طب البضائع بقى مين اللي هيجيبها من الحضارات المختلفة لغاية الساحل؟ يعني مثلا لو أنا عندي بلاد العراق، هم عايزين ينقلوا التجارة من العراق لغاية الساحل، مين اللي هينقلها؟ قال لك المدن الداخلية، زي مدينة بعلبك كده كنا أخدناها في المحاضرة الأولى، مدينة داخلية، يعني مدينة مش على الساحل، مدينة داخلية، مدينة جوه. تعمل إيه بقى المدن دي الداخلية؟ تجيب البضائع من الحضارات المختلفة، سواء حضارة العراق أو حضارة مصر، تنقل البضاعة لغاية المدن الساحلية. يبقى هم كانوا متخصصين في التجارة. المدن الداخلية كانت تقوم بالنقل البري، المدن الساحلية كانت تنقل البضائع عن طريق البحر. وبكده يكون الفينيقيين سيطروا على تجارة العالم كله. وعلى فكرة أيام زمان، أيام الحضارة الفينيقية الكبيرة، كان في 3 طرق رئيسية للتجارة، أو 3 معابر رئيسية في التواصل. أول طريق يقول لك طريق البحر الأحمر، تاني طريق اسمه طريق البحر المتوسط، تالت طريق اسمه طريق سينا. وبكده يبقى في 3 طرق رئيسية للتجارة. تعالوا بقى كده مع بعض نشوف ايه الحضارات الكبيرة اللي أثرت على العالم. طبعا نتيجة كل اللي أنا قلته عن فينيقيا فهي حضارة كبيرة. لما جم العلماء وقاموا برسم المثلث الحضاري، قالوا ان في مثلث، المثلث ده فيه حضارات أشاعت بنورها وأشاعت بثقافتها وأفادت العالم كله. مين بقى الحضارات دي يا مستر؟ قال لك رأس المثلث فينيقيا، الضلع الأيسر الحضارة المصرية القديمة، الضلع الأيمن حضارة بلاد العراق القديمة، قاعدة المثلث شبه الجزيرة أو حضارة اليمن. إزاي؟ قال لك كده، بص هو كده المثلث عامل كده كده كده. رأس المثلث الحضارة الفينيقية، الضلع اليمين حضارة العراق، قاعدة المثلث اليمن اللي هي حضارة شبه الجزيرة العربية، الضلع الأيسر حضارة مصر. بيقولوا إن المثلث الحضاري ده كان ليه دور كبير جدا في نشر الحضارة إلى كل أنحاء العالم. على فكرة الفينيقيين صدروا حاجات كتير جدا للعالم، سواء كان مواد خام أو مواد مصنعة. يعني هم صدروا مواد خام شبه الخشب والمعادن والصبغة الأرجوانية اللي كانت مشهورة عندهم، وكمان صدروا بعض الصناعات المشهورة عندهم شبه المنسوجات الدقيقة والأواني والصناعات المعدنية والصناعات الأخرى. تعالوا كده مع بعض نشوف التواصل الاقتصادي بين مصر وبلاد فينيقيا. أول تواصل حصل بين مصر وفينيقيا من الناحية الاقتصادية كانت في العصور القديمة. في ملك عندنا اسمه الملك سنفرو. ملك سنفرو أرسل 40 سفينة عشان تجيب خشب الأرز من بلاد فينيقيا. وهيقول لي يا مستر حضرتك عرفت إزاي؟ أقول لك إن في حجر مشهور جدا اسمه حجر باليرمو، سجلوا فيه المعلومات دي، إن الملك سنفرو بعت 40 سفينة لجلب خشب الأرز. في عصور الدولة الحديثة كان في تبادل تجاري كبير جدا بيننا وبين الفينيقيين. وفي العصر المتأخر جاء ملك اسمه الملك نخاو،
حب يعمل كشوف جغرافيه، حب يعرف لو مشي من البحر الاحمر كده هل هيبقى في طريق ولا لا، فاستعان بالفينيقيين لانهم اهل الخبره، عندهم خبره كبيره جدا في ركوب البحر، فمشوا من البحر الاحمر دخلوا بعد كده في المحيط الهندي، كملوا كده المحيط الاطلنطي ورجعوا تاني عن طريق البحر المتوسط، وبكده يكونوا عملوا رحله واكتشفوا طريق جديد اللي بعد كده البرتغاليين قالوا عليه ان احنا اكتشفناه، اسمه طريق رأس الرجاء الصالح. عايز اقول لكم ان الرحله استمرت 3 سنوات واعتمد على الفينيقيين، وده دليل على التواصل بيننا وبينهم. تعالوا مع بعض نحل اكتر من نقطه على الجزء ده. السؤال الاول بيقول اي من الانشطه الاقتصاديه التاليه كانت اكثر اثرا في ازدهار الحضاره الفينيقيه؟ ايه اكتر حاجه؟ هل الرعي والصيد، الصناعه، الزراعه، التجاره؟ احنا قلنا على الفينيقيين اول امه بحريه اللي عملها فيه التجاره. بدات العلاقات بين مصر وفينيقيا، وكانت علاقات ايه؟ فكريه، دينيه، اقتصاديه، ثقافيه. انا قلت ان اول تواصل بيننا وبينهم كان في العصور القديمه، الملك سنفر جاب خشب ارز، يبقى دي حاجه برافو عليك، حاجه اقتصاديه لان احنا جبنا منهم اخشاب الارز. كلف الملك نخاو الفينيقيين بالدوران حول افريقيا في رحله استغرقت 3 سنوات، اجتاز الفينيقيون من خلالها البحرين ومحيط، محيطا وبحرين، محيطين وبحرين، بحرا ومحيطين. طبعا يا جماعه من غير لخبطه خالص، هو كده الرحله عدى على البحر الاحمر ومحيط ومحيط وبحر متوسط، يبقى بحرين ومحيطين. ندور على اختيار بحرين ومحيطين، اهو محيطين وبحرين. في ضوء دراستك للصناعه عند الفينيقيين اجب باي من جهات في فينيقيا ارتبطت صناعه الاسلحه؟ هم صنعوا الاسلحه من المعادن، وهنعرف ان المعادن كانت موجوده في الغرب، فصناعه الاسلحه كانت في الغرب. ناخد سؤال على المحاضره اللي فاتت نشوف كده انتوا فاكرين ولا ايه. بيقول لك سقطت المدن الفينيقيه وانتهى حكم الفينيقيين لانفسهم بغزو مين؟ الاغريق، الفرس، الصليوقيين، الرومان. احنا قلنا ان اول حد جه دخل فينيقيا هو الاسكندر المقدوني، يبقى الاغريق او المقدونيين. اي من الصناعات الاتيه اكدت على وجود بيئه فيضيه؟ قلنا فيضيه يبقى طمي، طمي يعني برافو عليك، صناعه فخاريه. استطاع الفينيقيون توفير اهم المحاصيل لتحقيق الامن الغذائي عن طريق زراعه ايه؟ سفوح الجبال، الاراضي الصحراويه، القمم الجبليه، المناطق السهليه. هنا السؤال مفتاح الاجابه فيه كلمه تحقيق امن غذائي. هو هيحقق امن غذائي ازاي؟ عن طريق الحبوب. الحبوب كانوا بيزرعوها فيه، برافو عليك، بيزرعوها في المناطق السهليه. تعالوا مع بعض نكمل الجزء اللي بعد كده، هيتكلم عن الدين عند الفينيقيين. في 3 معلومات اساسيه بالنسبه للدين. في حاجه زينا زيهم ان هم عبدوا ظواهر طبيعيه زي مصر بالظبط. تاني حاجه هم كانوا بيقدسوا قوى الخصب والنماء، المطر والشمس والحراره والحاجات دي كلها. تالت حاجه الالهه عندهم صوروها في معبودات بشريه، يعني بصوا يا جماعه الاله عنده تلاقيه عامل ايه؟ كشكل ايه؟ انسان. تعالوا مع بعض ناخد اهم الالهه عندهم. في 2 الهه، واحد ومراته، بعل وعشتار. بعل رب الخصب والنماء، وعشتار ربة الخصب والنماء، وكانت مرات بعل. فخد بالك ان بعل وعشتار الاثنين رب الخصب والنماء، يعني هم كده كانوا مركزين على ناحيه الزراعه. اوكي؟ عايز اقول لك ان عشتار اخذناها في الحضاره العراقيه القديمه وبناخدها دلوقتي في الحضاره الفينيقيه. ده معناه ايه؟ معناه ان عشتار دي كانت الهه منتشره في اكتر من حضاره، يعني الهه عالميه. في بقى معبود كان بالنسبه لهم صاحب الكلمه الاولى والاخيره في شؤون البشر، اسمه المعبود ايل، صاحب الكلمه والاولى والاخيره في شؤون البشر. وكان في معبود اسمه ادونيس او ازون، وده كان خاص بالشمس اللي بتنتصر على الشتاء اللي هو فصل الصيف. اشهر حاجه عندهم المعابد. خد بالك، شايف المعبد حاجه فخمه خالص اهو. في الاول كان بسيط وقعد يتطور 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 لغايه ما بقى مبنى كبير جدا واعتمد على احجار ضخمه وكبيره. خد بالك ان التواصل الديني بين مصر وفينيقيا هم اتأثروا بينا في عادات البعث والخلود والدفن، ويحطوا الاكل والشراب جنب الميت، وكمان صوروا ان في كفاح بين الخير والشر زي مصر بالظبط.
مصر كان في صراع بين الخير إيزيس وأوزوريس ضد الشر اللي هو المتمثل في المعبود ست. هم كان عندهم برضو صوروا الكفاح بين الخير والشر في قصة الإله بعل. نيجي بقى لحاجة مهمة جدا اسمها الحياة الثقافية. أنا عايز أقول لك حاجة من وجهة نظري، إن الفينيقيين كان ليهم دور كبير وحضارة مميزة جدا في التجارة، بس من وجهة نظري أنا إن أهم حاجة بالنسبة للحضارة الفينيقية هي الكتابة. إن هم أول ناس في العالم يخترعوا الأبجدية. الأبجدية اللي هي الحروف في الكتابة، يبقى زي عندنا في العربي ألف ب ت س، أو في الإنجليزي A B C D اللي هي الحروف. بقى الكتابة مش عبارة عن صور زي مصر. مصر هي أول حضارة في العالم بتخترع الكتابة من صور. الفينيقيين بقى هم أول شعب في العالم يخترعوا الكتابة من حروف، عملوا الأبجدية. طب يا ترى هم ليه عملوا الأبجدية؟ ما كانوا خلوها صور زي مصر؟ قال لك ان هم كانوا شغالين في حرفه التجاره، ففي التجاره في سجلات وفي مبيعات وفي مشتريات، علشان خاطر كل ما يجي يكتب حاجه يقعد يرسم صور، الموضوع هيبقى صعب جدا. اراد تسريع تسجيل ما يسجله، وبالتالي اخترع الابجديه. بس خد بالك بقى، اول حد عمل كتابه من صور هي الحضاره المصريه، الكتابه المصريه القديمه. بعد كده الفينيقيين اخذوا الصور دي وحولوها الى حروف اسمها الحروف الهجائيه. لسه قايلين من شويه ان الاغريق كان ليهم صلات تجاريه كبيره جدا مع الفينيقيين، فالاغريق اخذوا الحروف الهجائيه الفينيقيه ونقلوها وورثها منهم الرومان، وبقى الرومان نشروها في بقيه الاقطار المختلفه، ومنها جاءت الأبجدية الأوروبية الحديثة اللي احنا عارفينها دلوقتي. وبكده نلاقي ان الفينيقيين كان ليهم دور كبير جدا في نشر الوعي والثقافة في العالم كله. تعالوا مع بعض نشوف التواصل الثقافي بين مصر والحضارة الفينيقية. أول حاجة، أول ما أقول تواصل ثقافي مصر وفينيقيا يجي في بالك على طول مدينة جبيل. قلنا ان هي كانت مدينة قبل كده فيها مجموعة من الجاليات المصرية ونشروا الثقافة المصرية هناك. وعلى فكرة الحكام بتوع مدينة جبيل كانوا بيكتبوا أسمائهم بالكتابة الهيروغليفية، وكمان كان شعار المدينة شعار مصري. تعالوا بينا بقى نختم مع بعض آخر حاجة، الحياة الفنية. الفينيقيين كانوا بارعين في بناء الأسوار والقلاع والحصون والمعابد. على فكرة الملك نبوخذ نصر ده كان ملك قوي جدا وعمل امبراطورية كبيرة جدا للعراق، لكنه كان بالنسبة له صعب جدا ان هو ينتصر على الفينيقيين بسبب الاسوار العالية. وعملوا قصور فخمة زي ما اخدنا قبل كده قصر أوغاريد، وكان من اشهر القصور الفخمة، والاعمدة بتاعته زينت بالفضة، ودي كانت حاجة مميزة بالنسبة للحضارات في ذلك الوقت. المعابد هي كانت في البداية بسيطة، بعد كده بقت ضخمة وفخمة. وعلى فكرة هم استخدموا كتل حجرية كبيرة جدا. تعالوا مع بعض نشوف بقى النقش والنحت اللي هو الفن عند الفينيقيين. عملوا توابيت رائعة، وبدأوا ان هم يصنعوا الحلي، يعملوا بقى العقود وعملوا الخواتم وعملوا الأساور وعملوا الأقراط، وعملوا كل الحاجات دي من الذهب والفضة والأحجار الكريمة. وبكده يا حبايبي يكونوا خلصنا مع بعض كل مظاهر الحضارة الفينيقية، سواء الناحية السياسية ولا الاقتصادية ولا الدينية ولا الثقافية ولا الاجتماعية ولا الفنية. تعالوا نحل كده مجموعة من النقط عن النظام الجديد على الجزء اللي احنا أخدناه. كان الحضارة الفينيقية أثار بعيدة المدى في تاريخ الإنسانية في المجال إيه؟ الديني والاجتماعي، الاقتصادي والعسكري، الثقافي والاقتصادي، الاجتماعي والثقافي. بيقول لك آثار بعيدة المدى في التاريخ بتاع الإنسانية كله. الفينيقيين كان ليهم دور في الكتابة لأنهم اخترعوا الحروف الأبجدية، وبالتالي دي حاجة ثقافية. عندنا ثقافي واقتصادي وثقافي واجتماعي. ما قالش عننا في المنهج ان هم اثروا على العالم من الناحيه الاجتماعيه، لكن كان ليهم دور كبير جدا في الناحيه، برافو عليك، الناحيه التجاريه، ودي حاجه اقتصاديه. تمثل الهدف الاساسي من اختراع الفينيقيين الابجديه في ايه؟ دعم النشاط الاقتصادي، تطوير اللغه المصريه القديمه، تسجيل انجازاتهم العسكريه، نشر العلوم والمعارف. لما يجي لي سؤال زي ده اقول ايه؟ الهدف الاساسي من اختراع الكتابه.
اقول لنفسي هم عملوا الكتابه ليه؟ علشان خاطر التجاره، يبقى الموضوع اسرع في التسجيل. التجاره دي حاجه اقتصاديه، ندور على حاجه اقتصاديه نلاقي دعم النشاط الاقتصادي. يدل وجود كبار الكهنه في اعلى التقسيم الطبقي للمجتمع الفونيقي على ايه؟ دورهم في التواصل الحضاري، تعدد ادوارهم في الدوله، قوه مركزهم الاقتصادي، دورهم في وضع القوانين. طبعا هم كانوا كبار كهنه يعني دور ديني، لما يبقوا في القمه يبقى كمان كان ليهم دور سياسي، يبقى تعدد ادوارهم في الدوله. هنلاقي دورهم في وضع القوانين ده ما كانش ليهم دور خالص في الناحيه القانونيه. قوه مركزهم الاقتصادي ما اتكلموش عن قوه اقتصاديه. دورهم في التواصل الحضاري ده ايه علاقته؟ بيقول لك ان هم كانوا في اعلى التقسيم. تشابهت الحياه السياسيه في فينيقيا مع الحياه السياسيه عند مين؟ البابليين ولا السومريين ولا الاشوريين ولا الاكاديين؟ طبعا الحياه السياسيه في فينيقيا كانوا عباره عن مجموعه من المدن، كل مدينه اشبه بدويله، يبقى ما كانوش موحدين. شبه مين؟ شبه السومريين، ما كانوش موحدين. هناخد بقى مع بعض حاجه اسمها الحياه الاجتماعيه. الفينيقيين كان عندهم نظام طبقي، كان المجتمع عباره عن 3 طبقات: طبقه عليا، طبقه وسطى، طبقه دنيا. الطبقه الدنيا اللي هي اقل حاجه خالص، طبعا دول كانوا مجموعه من الخدم ومجموعه من العبيد. الطبقه العليا اللي هم النبلاء، واحد مثلا وزير، التجار، كبار الكهنه، الاغنياء. طبعا يا جماعه معنى ان التجار في قمه المثلث الهرمي، اذا التجاره كان لها دور كبير جدا. معنى ان كبار الكهنه موجودين في قمه الهرم الاجتماعي، ده معناه ان كان ليهم دور كبير جدا في المجتمع، كان ليهم دور ديني، وكان ليهم ادوار اخرى متعدده في ناحيه السياسه والحكم. الطبقه بقى الوسطى هي الموظفين والصناع واصحاب الحرف، دول كانوا طبعا طبقه وسطى. خد بالك ان في بلاد العراق التجار كانوا طبقه ثانيه، في الفينيقيا كان التجار الطبقه الاولى، لان فينيقيا كان عندها التجاره دي حاجه مهمه جدا.